هشام بيقول هو احنا ليه بنتوتر؟ التوتر ده احساس احنا بنعيشه كل يوم، ومع ان في ناس بتنجز المهام اليوميه بتاعتها اسرع لما بتتحط تحت ضغط، لكن التوتر المزمن ممكن يغير تركيب مخك وطريقه شغله، لان اول ما بتحس بالتوتر مخك بيحفز ال HPA انه يفرز هرمون اسمه الكورتيزول. المشكله بقى ان الهرمون ده بيضعف التوصيلات اللي ما بين الخلايا العصبيه في مخك، وده اللي بيخلي تركيزك ضعيف وذاكرتك مش كويسه، وحتى مش قادر تاخد قرارات ومش قادر تسيطر على التوتر ده، والموضوع في الاخر بينتهي بالاكتئاب وممكن يوصل للزهايمر. ده المشكله الاكبر ان انت كمان هتاثر على اولادك، لان ده بيغير في DNA بتاع مخك. في تجربه اتعملت على مجموعه من الفئران اللي كانت بتعاني من التوتر الشديد، اكتشفوا ان التوتر ده وصل للاجيال بتاعتهم، ومفيش حل للموضوع ده غير ان انت تحاول تحافظ على هدوءك. مارس رياضه بقى، العب يوجا، صلي، اقرا قران، المهم ان انت تدي لنفسك وقت تبعد فيه عن التوتر، وما تخليش الحياه السريعه تتحكم فيك وتخليك تاخد كل حاجه على اعصابك، لان ده هيدمر مخك على المدى البعيد.